بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بيكم في قناة البطل الروماني، لأني أنا معك يقول الرب لأنقذك. سفر أرمية عدد 1:18. رسالة النهاردة من ملاك البشارة المفرحة، ملاك الله غبريال. جاي النهاردة بيطمنك وبيقولك ما تخافش من شيء، لأني إلهك معاك، وطول ما هو معاك هتفضل مسنود طول عمرك، لأنه محوط عليك. اطمن، ما تقلقش، لأن مهما كان حالك ومهما كانت ظروفك صعبة ومعندة، اطمن. عارف ليه؟ لأن ربك قالك هو بنفسه معاك وهينقذك، لأني أنا معك يقول الرب لأنقذك. هينجدك وهيخلصك من كل ضيقة ومحنة اللي انت فيه. إلهك هينجيك منه وهيخرجك للرحب وللراحة وللهدوء والسلام. ما تخافش، هيخرجك من كل حزن ومن كل وجع قلب. مهما كنت حاسس بالضعف والهزلان هيشددك ويقومك على رجليك، هيعدي بيك كل صعب رغم أي ظروف تقابلك، رغم أي تحدي يقف قدامك. مهما كنت حاسس بالتعب وإنك منهك على الآخر وخلاص مش قادر تكمل وطاقتك خلصت، هيملاك بالقوة والعزيمة والإصرار. ما تقلقش من شيء، لأن هو ضامن ليك كل شيء، واللي جاي كله معاه جديد وأحلى وأفضل بكتير من كل اللي عدى. قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل. رسالة بولس الرسول لعبرانيين عدد 7:22. اطمن، مادام ربك معاك يبقى كل شيء مضمون، يبقى اللي جاي مضمون، الخير مضمون، الفرح مضمون، كل حاجة مع يسوع مضمونة. يعني ما تشيلش هم شيء، يعني ما تفكرش وتتهم وتقلق، لأنه هيعديك من أي ظروف صعبة تقابلك، هيعديك من أي محن وتجارب انت واقع فيها، هيوصلك لبر الأمان، هيوصلك لحلمك، هيوصلك لهدفك. ما هو عارف كل حاجة، وعارف كمان صعوبة اللي انت بتعدي بيه دلوقتي، عارف صعوبة حياتك وطريقك، وعلشان كده هيتدخل وهيتصرف، وكله هيعدي بخير وسلام، وكل اللي جاي هيبقى أفضل، لأن ده وعده، ده كلامه اللي ما بيرجعش فيه أبدا. ومش بس كده، ده كمان هيبارك في كل خطواتك وهينقذك من كل فخ ومن كل خطر. وزي ما كان معاك في كل اللي عدى وكل اللي فات، هيكون معاك كمان دلوقتي وفي كل اللي جاي، وهيخليه أفضل وأجمل، ويهب المنهوك قوة ويمنح الضعيف قدرة عظيمة. سفر أشعية عدد 40:29. ده كمان مش هيخلي اللي جاي أحلى وأفضل وبس، لأ، ده هيديلك قوة مهما كان ضعفك، هيديلك قدرة مهما كانت إمكانياتك على قدها. ما هو عارف كل حاجة ومقدر كل حاجة، إن أنت خلقته صنعة يديه اللي غالي قوي على قلبه، واللي عايز دايما يفرحه. هيفرحك، ما تخافش، مش هيتأخر عنك أبدا، لأنه بيحبك جدا وبيحب يشوفك كمان فرحان. هانت، هيتدخل في كل أمورك وهيغير حياتك. ما تخافش، لأنه هو أكتر حد هو عارف إنك خلاص ما بقتش قادر حتى تكمل ولا تعافر. وعلشان كده أنا جاية أطمنك وأقولك إنه مش هيسكت، هيفرحك وهيتدخل، واللي انت عايزه هيديهولك وهيفرحك بيه، لأن أبوك السماوي عمره ما يتأخر عنك، يديلك العطية اللي انت نفسك فيها، العطية اللي هتغير حياتك كلها
وتشقلبها 180 درجة، وهتبقى مش مصدق نفسك من التغيير ومن الهدوء ومن السلام اللي هيملى حياتك. يجي الوقت اللي هتقوله فيه وانت مستغرب، معقول ربنا عمل كل ده علشاني؟ معقول ربنا عمل معايا المعجزات الكتير دي والآيات اللي ملهاش مثيل؟ اطمن وخليك واثق في ربك، خليك ماسك فيه وهو مش هيسيبك أبدا. وحطه دايما قدام عينيك، حط كلامه، حط وعوده، حط قدامك الآية دي: يهب المنهوك قوة ويمنح الضعيف قدرة عظيمة. خليك متأكد إن مهما كان حالك هيتدخل فيه وهيحوله، حتى لو كانت قوتك فرقتك وبقيت هزيل بلا قوة، ضعيف وتعبان، هيتدخل، يعني هيتدخل وهيغير حياتك. صدق، صدق إن أبوك صالح، صدق إن أبوك بيحبك، علشان بيحبك هيخلق ليك واقع تاني خالص. انت نفسك هيخلقك من جديد، هيجعلك مليان بالقوة والفرح والسلام والأمل. وكل اللي انت شايفه وفكره صعب جدا عند يسوع سهل، وهيجعله مستطاع كمان. هيحقق حلمك، ما تخافش، وهتعيشه وهتفرح بيه. بس انت سيب كل حاجة في ايديه، سيب نفسك كلك كده، سلمها كلها ليه وقول له: يا ربي وإلهي وحبيبي يسوع، سلمتك نفسي، سلمتك حياتي، وكل أموري كلها أنا حطيتها في يديك. تلاقيه يبسط لك كل شيء ويسهل كل أمورك ويريح قلبك وبالك ويفرحك ويطمنك كمان. آمين. ربنا يفرح قلوبكم ويعطيكم سؤالكم ويملى حياتكم بالخير والفرح والنجاح والتعويضات بشفاعة أم النور، أمنا العذراء مريم الأم الحنونة، وبشفاعة حبايبها الكتار من الشهداء ومن القديسين، وبشفاعة كل جيوش السمائيين، وبشفاعة ملاك البشارة المفرحة، ملاك الله غبريال اللي دايما بيفرح القلب الحزين، وبشفاعة أمير الشهداء سريع الندى اللي مش بيتأخر عن أي حد ينده عليه ويستنجد بيه ويقول: يا ماري جرجس، يجي أوام وينجيه. قناة البطل الروماني.